معظمنا لما منرتب تيابنا منكتشف انه عنا كتير قطع حلوة ومنحبها بس ما عم نلبسها. كمان معظمنا لما منجي لنلبس منطلع بخزانتنا ومنقول ما عنا شي نلبسه. هيدي الكلمة اللي دايما بيقولوا عنا انه نحن الستات منقولها، نحن عن جد منقولها. كمان معظمنا منعلق على نفس التياب ومنضلنا نلبسهم مرة بعد مرة بعد مرة ونترك تياب تانيين كتير. كيف فينا نتخطى هيدي المشكلة؟ أنا عندي كذا حل رح خبركن إياهم. أول شي ضروري أول كل موسم نرتب تيابنا ونختار القطع اللي نحن ما حابين بقى نلبسها. ممكن يكون لكذا سبب، ممكن تكون ما بقى مناسبة لقياسنا، صارت كتير كبيرة أو صارت كتير صغيرة. معلش إذا صارت كتير صغيرة بتصير مع الكل، أو نحن بكل بساطة اشتريناها وما حابين بقى نلبسها أو لبسناها كتير. المهم هيدول القطع ما ضروري أبدا نضلنا نحتفظ فيهم لأنهم بياخدوا محل بالخزانة وبيعملوا عجقة. الأفضل إنه ناخدهم هيدول القطع حتى لو بعد منلبسهم لبسة أو لبستين. في ناس تانيين كتير ممكن يلبسوهن أكتر من لبسة وينبسطوا فيهم ويستفيدوا فيهم. فشو بنعمل؟ ناخد هيدول القطع ونعطيهم لجمعية خيرية، وهيك بنكون مبسوطين كل ما فكرنا إنه القطع اللي نحن استغنينا عنها في حدا تاني مبسوط فيها وعم يلبسها كتير. في فكرة تانية كمان، إذا هيدول القطع قطع كتير قيمة وسعرها كتير غالي بس نحن كمان ما حابين نلبسها، فينا نبيعها على الويب سايتس أو بالمحلات اللي بتبيع قطع مستعملة اللي بيقولوا لهم بري لافد ايتمز. وسعر هيدول القطع، المصاري اللي بنطلعها من بيع هيدول القطع، فينا نتبرع فيهم لجمعية خيرية أو نشتري فيهم قطع جداد نحن بحاجة لإلهم. طيب فرزنا التياب وقررنا شو بدنا نخلي، شو بنعمل هلأ؟ أول شي منعلق تيابنا كلياتهم باتجاه واحد أو منطويهم بالخزانة باتجاه واحد، وكل قطعة منلبسها لما منرجعها على الخزانة منعلقها بالاتجاه المعاكس أو منطويها بالاتجاه المعاكس. هيك آخر الموسم بنعرف شو القطعة اللي لبسناها وشو القطعة اللي ما لبسناها أبدا، وبصير سهل علينا نفرز تيابنا ونخلي القطع بس اللي منحتاجها أو منلبسها. هلأ كيف مننسق التياب على بعضها لنطلع لابسين معظم تيابنا؟ في أكتر من فكرة. أول فكرة هي فكرة الخزانة الأسبوعية. شو هي الخزانة الأسبوعية؟ ناخد جزء من الخزانة اللي هو أكتر شيء نحن منشوفه، يعني أكتر جزء من الخزانة اللي بيظهر لنا، ومننقي مجموعة التياب تكون معظمها بتلبق على بعضها ومنحطهم بهيدا الجزء، ومنصير كل يوم من أيام الأسبوع مننسق طلة من هيدول التياب، وآخر الأسبوع منبدل هيدي المجموعة بمجموعة تانية. في كمان فكرة تانية أنا اعتمدتها وكتير كتير حلوة. أنا من بيروت وعايشة حاليا بالقاهرة. كل سنة بالصيفية بنزل على بيروت وبكون كتير متشوقة إنه شوف الأهل والأصحاب، وبكون أخذة معي تياب حلوين أنا مبسوطة فيهم لحتى ألبسهم لما بشوف العيلة والأصحاب وعلى المناسبات. بنزل على البيت بوصل على بيتي ببيروت، بوصل على بيتي بعلقهم بالخزانة، تقريبا بنساهم كلهم، وبصير بعلق على قطعة أو قطعتين بلبسهم كل الصيفية. هالسنة قررت أعمل شي لحتى أتخطى هيدي المشكلة وأطلع لابسة كل تيابي ومبسوطة فيهم. شو عملت؟ قبل ما ضب الشنطة أخذت شوية وقت وصرت نسق كل طلة بطلتها، طلة كاملة، يعني التياب، الحذاء، الشنطة، الأكسسوار، حتى إذا بدي أحط شكلي على شعري حطيتها معهم، رتبتهم وأخذت صورة. بعدين جمعت كل هيدول الصور بملف على تليفوني واحتفظت فيهم. ببيروت نسقت طلة لكل مناسبة عندي إياها، خطبة أختي، ريونيون الجامعة، عزايم الأصحاب، وكمان نسقت طلات لكل يوم. في طلات حطيت معها كذا أوبشن، يعني بنطلون جينز معه كذا تي شيرت أو كذا بلوزة بدي ألبسهم عليه. كل ما بدي ألبس افتح الصور ونقي الشي اللي بدي ألبسه وألبس الأوتفيت مثل ما هو. ما بتتخيلوا قد ايه كان سهل، وفعلا هيدي أول سنة بلبس كل التياب اللي نزلتهم معي. عجبوكم الأفكار؟ عندكم أفكار تانية لتنظيم الخزانة وتنسيق التياب؟ اكتبوا لي بالكومنتس.